الفرقه خلاص انتهت وبقت بتنزل تتلطش. يعني النادي بقى بينزل. احنا النهارده كنا بنلعب قدام فريق عالمي. كل ده بهدله للزمالك، كل ده هبل. اللي بيجرى مع الزمالك دلوقتي هبل وحرام بجد. البهدله ديت لنادي واخد الدوري سنتين ورا بعض انه يتعمل فيه كده بجد. النهارده الماتش مش عايز اقول كلمه، غريب. والله يكون في عون جمهور الزمالك، الله يكون في عون، لانه العند والشد والجذب والمشاكل والمش عارف ايه في النهايه طلعت على الفرقه حب العزيز. يعني طلع عليهم هذا الامر ومؤثر جدا انه الراجل مدرب ولا هنا. بجد مش مصدق ليه كده؟ لمصلحه مين اللي بيجرى ده؟ حاجه غريبه وشيء لا يعني ما تصدقوش. طب وبعدين واخرتها؟ فريق اهتم بلا اسنان، بلا فاعليه، بلا رغبه، بلا قدره. تحس انها فرقه مش فاهمه انا جيت منين ورايح فين، انا بعمل ايه، انا عايز ايه، انا مين، انا ازاي. اسم يعني يقول لك ايه، سيف فاروق جعفر نزل، اهلا وسهلا. سيف فاروق جعفر بيتحرك، اهلا، يعني شيء عظيم. كابتن مش عارف مين راح يجيب ايه، اهلا. انضاي باي باي نزل. كل ده لا يساوي شيء. كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. ايه فين اللعيب؟ فين اللعيبه اللي انت اشتريتها؟ الثلاثه اللي احنا بهدلنا الدنيا ونسجلهم والقيد بتاعهم، احمد بالحج ده ومنسي ده ولا اي حد فيهم عمل اي حاجه. يعني مفيش اي حد فيهم ليه اي معنى. في نهايه الامر انت فريق بلا فعاليه. اللي هتقول لي ما الاهلي سيء بس بالنتيجه هو اول الدوري خلاص. انت مش عارف تبقى الرابع. انت واصل لمرحله انك مش عارف تبقى الرابع. يا جماعه ما عندنا يعني حتى شيكابالا التلت ساعه اللي كان بيلعبهم كان يعمل حاجه، يعمل شيء، يلم كوره، يصنع. لعمرو اديب بعد فوز الزمالك على الاتحاد، فيديو مهم جدا جدا جدا. اتمنى اصحابي الشير ولايكات ومتابعه. اتمنى لكم كل التوفيق.